الألفية الثانية قبل الميلاد انتشرت العربات في ساحات القتال في الشرق الأوسط. حتى ذلك الوقت كان القتال في المعارك على شكل خطين متقابلين من المشاة يشقون إمار المعركة على أرجلهم. هل أعطت العربات المتحركة الجيوش التي استخدمتها ميزة؟ في ميدان المعركة لا أحد يعرف الدور الدقيق الذي لعبته العربات، لكن تركت لدينا بعض الدلائل التي تركها الأشوريون. لم تبقى أي من هذه العربات، لكنهم تركوا بعض الرسوم المنقوشة على الحجر. كانت العربة رمزا مؤثرا للقوة الملكية، ولكن هل كانت أيضا أداة حرب حاسمة؟ كي نعرف ذلك سيبني فريق من الخبراء للمرة الأولى عربات اختبار في ساحات المعارك في المملكة الآشورية القديمة. بدءا من القرن التاسع قبل الميلاد تم نشر الجيش الآشوري في الشرق الأوسط ليتم بشكل تام إنشاء أول دولة عسكرية، وبجيش يبلغ تعداده أكثر من 100,000 جندي وتعاقب ملوك محاربين مستبدين أنشئت إمبراطورية الدم والسلب. خلال 200 عام توسعت الدولة الآشورية من كونها دولة صغيرة شمال ما يسمى اليوم بغداد لتصبح أعظم مملكة في ذلك الوقت. يحتوي المتحف البريطاني في لندن على سجلات شاملة عن آلات الحرب في المملكة الآشورية. أتى فريق من المحققين ليفحصوا بعض المنحوتات الجدارية التي كانت في الأصل تزين قصور الملوك الآشوريين. إنهم يحاولون أن يجدوا دلائل عن كيفية صنع العربات لتقاوم شدة المعركة. ألواح المرمر هذه هي الدليل الوحيد الذي سيعتمده صانع العربات روبرت هيرفورد ليبني عربات ستختبر في النهاية ميدانيا في سهول تقع جنوب تركيا. لدي بداية فكرة عن كيفية صناعة هذه العربة. إنها كبيرة جدا. تبدو هذه العربة بسيطة في تركيبتها. ارتفاعها 1.25 متر، ومع الملك تصل إلى 2.5 متر. أجل، تبدو كذلك. مدرب الخيول جوناثان ووتر يتفقد المنحوتات الجدارية ليرى كيف استخدمت الخيول القزمة مع العربة. ليس لدي دليل عن شكل الأحصنة القزمة الآشورية، لذا لا أعرف بالضبط كيف سيكون التدريب. ربط الخيول فيما بينها عمل فيه تحد. في حياتي لم أربط الخيول إلى العربة، وخاصة عربة مع نير. لقد كانوا أكثر الشعوب عبقرية. مايك لودز خبير الأسلحة القديمة في الفريق. علينا أن نفهم أكثر كيفية نشر العربة في ساحة المعركة، وكيف يمكنك أن تتلائم فيها، وما هي فعاليتها، وكم سهما يمكنك أن ترمي. أتمنى من كل قلبي أن يسير كل شيء على ما يرام. لا أذكر أني فشلت في أي شيء من هذا النوع، ولكن لا يمكنك أن تعرف أبدا. يعيش المرء في خوف من لحظات كهذه. على ضفاف نهر الفرات في جنوب تركيا تقع هيلفيتي المعروفة محليا باسم قرية 100 حصان. مدرب الخيول جوناثان ووتر وصل ليختار الخيول التي سيدربها على جر العربات. جوناثان مزارع تقليدي ما زال يستعمل الأحصنة لكل شيء، بدءا من حرث الأرض وانتهاء بجر عربة الموتى. إنه يحتاج إلى 7 جياد بالحجم والقوة والجنس نفسه، وأمامه 5 أسابيع ليدربها.
إنه يختار إناث الخيل لأنها في العادة سهلة التدريب أكثر من الذكور. ظننتك قلت إن هذه سريعة. الجياد التي استخدمها راكبو العربة الأشوريون كانت صغيرة الحجم. الحصان القزم هو مقياسنا. لن نربح سباق ديربي مع هذه. أعتقد أنها صغيرة قليلا وثابتة نوعا ما. نحتاج إلى واحدة تسير إلى الأمام. الجياد الرمادية هي ما نحتاج. عليك أن تضع هذا في حسبانك عند بحثنا غدا. على بعد ساعات من هلفتي شرقا تقع أورفا، أكبر مدينة في المنطقة. اتفقا جوناثان وروبرت هيرفورد أن يلتقيا هناك. بدأ البحث في السوق القديم عن الحرفيين الذين سيساعدونهم في بناء العربات. ولكن أولا على روبرت أن يحل مشكلة كبيرة في البناء. أنا متأكد تماما أن العربة لن تكون بالقوة نفسها التي أريدها. على هذه الأشياء أن تكون قوية جدا. عليها أن تتحرك بسرعة وأن تجري فوق أرض صلبة. على العربة أن تدور، وعلى الجياد إنجاز كل العمل في المقدمة، وهذا يضع عقبات أمام البنية الإنشائية. علينا أن نجعلها قوية. تظهر المنحوتات رابطا ضعيفا يصل عمود السحب إلى العربة عن طريق القوس. لدي شك قوي أن هناك هيكلا داخل هذا الشيء. روبرت مقتنع أن الشيء المحير يدعى جراب البازلاء الذي يخبئ البنية التي تقوي العمود الذي يربط الخيل إلى العربة. لقد استطعت أن أضعه ضمن البنية، وهو قوي بحد ذاته. أعتقد أن العمود الكبير الأساسي الذي يقسم إلى نصفين ويؤدي عملا كبيرا، أعتقد أنه يساعد كثيرا في الضغط العمودي. إذا مع بعضهما البعض أتمنى أن يصنعا بنية متكاملة قوية بما يكفي لتؤدي عملها. على أي حال سوف نبنيها هكذا وسنرى. ولكن أولا على روبرت أن يجد صانع عربات في تركيا الحديثة. في البلدة يوجد ورشة يديرها الإخوة جيرات. إنهم مختصون في صناعة الأثاث الخشبي عن طريق ثني الأعمدة وتشكيلها بأشكال جميلة. تبدأ العملية في تبخير خشب الكسناء الطبيعي لعدة ساعات حتى يصبح طريا، وعن طريق ثني الخشب هكذا سيتم بناء عربة روبرت. من الجميل حقا أن يكون هناك 3 شبان يعرفون ما عليهم عمله. لقد بدأت أقلق بهذا الخصوص، وعلينا أن ننجزه بطريقة ما. الخشب الطري بفعل الحرارة يمكن ثنيه. لدينا قدرة عجيبة لضبط الثني قليلا. سوف يجري في اتجاه واحد. لا يمكنك تقصير القطعة قبل أن تنتهي من الثني وتحضر الأشياء إلى الجزء المستقيم من الخشب. يمكنك أن تعرف الكثير من صوت قطعة الخشب. ستختبر العربة جنوب أورفا في سهل قريب من الحدود السورية. قديما كانت حران نقطة تقاطع مهمة بين طرق التجارة التي دعمت الإمبراطورية الأشورية. سيدرب جوناثان الخيل هنا، ويبدو أنه سيكون عملا شاقا. ربما علينا أن نبتعد عن طريقها. أعتقد أنها بمجرد أن تعرف ما الذي تريده منها، وعندما تكون لطيفا معها فسنتمكن من ترويضها. يفضل أن نمنحها بعض اللطف وبعض الطعام، وبعد ذلك ستعتاد عليه. هذا هو الجزء الأهم، وبعدها أتمنى أن يكون العمل ناجحا على نحو معقول. هذا ما نريده. لطالما كانت الخيول جزءا مهما من الحياة هنا.
ربما أسلاف هذه الأفراس حملت الآشوريين في ساحات المعارك. بالعودة إلى أورفا يعالج روبرت مشكلته التالية: تركيب العجلات لعربته. ذهب إلى السوق حيث تتم صناعة الجلد والمعدن والخشب يدويا. لقد تعرف إلى مصطفى سولفا الذي يصنع مهود الأطفال، لكنه كان مسرورا لمد يد العون لصناعة عجلات العربة الآشورية. توضح المنحوتات الجدارية أن العجلات تتكون من إطار خشبي عريض متصل بمحور عجلة ضعيف أو دعامة. إنه تصميم يوحي بأنه سيتداعى. هذه القطعة التي سنستعملها إنها رقيقة جدا، وهذا القسم رقيق جدا. نحن نعمل على ما نظن أنه النموذج الآشوري. لا أريد أن تنفصل أثناء وضع المكابح. لا نريد العجلات ضيقة جدا، لكننا نريدها أن تكون ضيقة بشكل كاف. المرحلة التالية وضعنا العجلة ونقطع الألسن ونفصل الحواف عن بعضها، وبقليل من الحظ ستكون مناسبة مع هذه الألسن. هذا الرجل مناسب تماما لهذا العمل. حسنا، يبدو أنها جيدة. صنعا العجلات الخشبية من عدة ألواح خشبية ثقيلة، لكن يمكن أن تنفصل تحت الضغوط على الزوايا. روبرت واثق من أن الآشوريين وجدوا حلا لهذه المشكلة. ها نحن ذا، لنرى كيف يمكننا أن نجمع هذه الأشياء مع بعضها. لدينا الداخل كبير قليلا، أو أن الخارج صغير قليلا. إنه خطأي، فأنا من قاس الأجزاء منذ البداية. نحن قلقون قليلا حيال هذه الفرس، لأنها حاولت أن ترفسني بقوة. إنها ذات مزاج سيء لسبب ما. هذه سيئة الطباع. جميعها. كلها سيئة. استخدم راكبو العربة القدماء ذكور الخيل بسبب مزاجها الحاد. في لحظة متهورة قرر جوناثان أن يضيف حصانا إلى فريق الأفراس. بمجرد أن تتعرف على بعضها ستكون على ما يرام. راكبو العرب الأشوريون لم يضموا الأفراس مع الخيول أبدا. وعلى الفور أطلق اسم ماجورنون على الحصان تيمنا بروميو التركي. وما زال روبرت يعمل لمنع العجلة من التحطم. سأدع العجلة تجف ليوم أو اثنين. يظن أن صانعي العجلات الآشوريين يستخدموا الجلد غير المدبوغ. الجلد غير المدبوغ هو جلد حيوان غير معالج، والتعامل معه غير مريح عندما يكون رطبا ولزجا، لكنه عندما يجف يتقلص ويصبح قاسيا جدا. هذه طريقة تبديل الإطارات على الطريقة الآشورية. حسنا، لقد أحضرت هذه للتو من خزانة التجفيف. مضى عليها ليلة والجلد الخام بدأ يقسو بشكل جيد. لقد تقلص هذا الإطار كثيرا، وأتمنى أن يستطيع جر كل هذه الأجزاء مع بعضها لتؤدي عملها بشكل جيد. نقطة ضعف أخرى في تصميم العجلات هي مركز اتصال المكابح والمحور. يتمنى روبرت أن يتمكن الجلد الخام من منع انفصال مكابح العربة. بعدها سأضع قفازا كبيرا من الجلد الخام، وبمجرد أن يجف سيتقلص كما أتمنى ويربط كل الأجزاء ببعضها. أظن أنها مسودة التصميم. لا أستطيع أن أفهم لماذا لديهم هذه القطعة في الداخل هنا، لكن المشكلة الكبيرة في الوقت الحالي هي جمع الأجزاء كلها مع بعضها جيدا بعيدا عن التصميم. طلب روبرت من الأخوة جيرات أن يصنعوا حلقة من الخشب المثني ليثبت الإطار إلى الحافة.
جوناثان يدرب الخيول لتعمل معا. قبل أن تربط إلى العربة هناك رابط أساسي مفقود. جيل براونينغ خبيرة في الاعتناء بالجياد أحضرت معها إلى هنا تفسيرا للنظام الآشوري ليجربه جوناثان. أعتقد أنه بسبب كونها حيوانات أصلها من بلاد حارة فمن الممكن أن بنيتها نحيلة بشكل جميل، لذا طلبت أن تكون هذه ضيقة. هذا النوع من النير لم يعد مستخدما منذ 2000 عام. ستكون تجربة غير مألوفة بالنسبة إلى الجياد. هل أفكها؟ لا اتركيها قليلا، إنها بخير. لدى هؤلاء الناس خبرة أكبر من خبرتنا. عضو آخر في الفريق هو يوست كرول، عالم آثار من جامعة أمستردام. إنه السلطة المتنقلة على العربات في العالم. هل يمكنني أن أقترح شيئا؟ أجل بالتأكيد. أعتقد أنه من الأفضل أن يكون نير السروج متناسبا مع الخارج. أعتقد أنك محق. أود أن أجرب ذلك لدقيقة، فلدي فكرة. ثمة جدال يدور حول التصميم لأن المنحوتات القديمة لا تظهر التفاصيل. ذلك النير يرهق الخيل. أجل، هذا صحيح. إنه يدفع ضد النير لأن النير متجه إلى الأمام، وأعتقد إن أرجعناه إلى الخلف فسيكون عند الجزء الحساس لدى الحصان. تعال وتحسس هنا. أجل، أعرف ما الذي تقصدينه. لن يتحرك السرج، ما سيتحرك هو النير. وإذا أرجعت النير إلى هنا، تعال وتحسس. ها هي العظمة، عظمة. هذه عضلة طرية، ولهذا السبب أعتقد أنه يمكننا أن نضع هذه يجب أن تبقى في مكانها لأنها تضغط على العظام. هذه لن تتحرك. هل ستخرب النظام بأكمله؟ حيث يقف جوناثان في العربة سيؤثر في كيفية تموضع النير على كتف الجياد. إنها أفضل عند وجود كمية معينة من الوزن. وحالما لا يكون هناك وزن في النير فكل الدفع سيكون هنا. صحيح، ربما علينا أن نضيق كل شيء. أجل، علينا أن نضيق كل شيء. سيصل عضو آخر في الفريق إلى حران هو مايك لودز. حصلت على معلوماتي بصفتي باحثا تاريخيا بالأسلحة ومدرب معارك، وأتمنى أن أعرف كيفية استخدام العربات في ساحات المعارك، لأن لدينا العديد من الصور. ليس لدينا دليل فرضي عن كيفية استخدامها في أرض المعركة، لذا مع اختبارات عملية لإطلاق السهام من عربات الخيل أتمنى أن نصل إلى نتائج، أو على الأقل نضع بعض البيانات في الميدان العام لنتمكن من تأويل كيف كانوا يستخدمونها. الصور القديمة للعربات تظهر دوما الملوك الأشوريين وهم يبيدون أعداءهم بطريقة بطولية. ولكن هل كان راكبو العربة ناجحين في المعركة؟ درس طلاب هذه المنحوتات الجدارية ووصلوا إلى نظريات مختلفة عن تكتيكات العرب. إحداها تقول إن العربة كانت تستخدم كسلاح صدمة، تهاجم العربة مباشرة خط العدو في محاولة لنشر الرعب وكسر الرغبة في البقاء متماسكين. والتفسير الآخر هو أن العربة كانت تستخدم كمنصة متنقلة لإطلاق القذائف. القوس والسهم هما السلاح البدائي في الجيش الأشوري، لذا مهمة العربة هي خدمة رامي السهم ليناور الرامي في ساحة المعركة. في الغد لدى مايك الفرصة ليجرب الرمي من العربة، ومع اكتمال مرحلة ثني الخشب كل ما تبقى فعله هو بعض الأعمال الجلدية وإكساء جوانب المنصة. لقد منحت بعض القوة إلى هذه البنية بشكل مفاجئ، وهذا يملأني بالأمل.
لا أعرف إن كانت العجلات جاهزة أيضا. الموعد المحدد مستحيل، ولكن علينا أن نستمر بسرعة ونرى إن كنا محظوظين. يمكن أن تكون لدينا فرصة جيدة وينتهي هذا الشيء في الوقت المحدد. كل عمل يحتاج إلى لمسة ليصبح رائعا. يبدو أن الحظ كان إلى جانب روبرت، ففي الصباح التالي سلم العربات إلى موقع الاختبار خارج حران تماما، ولكن في خضم الاستعدادات أهمل عمل واحد. لم يأتي أحد بالمادة التي تثبت أطراف النير. أمل روبرت أن يرصف شيئا بعضه مع بعض بالإضافة إلى قطع الجلد. هل أحضرت هذه الزبدة من الفندق؟ أجل، هذا ما فعلته. ممتاز. حسنا، لنرى. لم تعد تصدر صريرا. ماجورنون منهك تماما. لقد اقترن ب3 أفراس، أي ما يعادل 3 مرات في الأيام الأربعة الأخيرة. الثقافة هنا هي أن تدع الحصان يفعل ما يريد ويترك على راحته. إنه لا يصلح لأي شيء الآن. بعد 5 أسابيع من التحضير أصبح جوناثان جاهزا للمضي قدما. كنا نعرف مبدئيا كيف سينتهي الأمر. هل نحن جاهزون للانطلاق؟ هيا بنا. ولكن النير أفلت من مكانه. أفلت النير من مكانه مرة أخرى، أليس كذلك؟ لا يوجد خطأ مع الجياد على الإطلاق. المشكلة الأساسية هي طرف نير الرقبة، فهذا الجانب يتجه إلى الأسفل هكذا. إن تم تثبيت هذا الشيء على الفرس بقوة ما كان ليفلت، كما أننا نعاني من مشكلة في جراب البازلاء. ما حدث أن النير مسيطر عليه تماما في الأمام وجراب البازلاء في الخلف. أهملنا الجزء الأخير من جراب البازلاء، لذا يتحتم علينا أن نجري بعض الإصلاحات. جوناثان متوقف تماما إلى أن يصلح روبرت النير. عندما تجري اختبارات السرعة، سرعان ما سيكتشفون أن جياد العربات سريعة وتسهل قيادتها والمراوغة بها على أرض قاسية مفتوحة. كان الجيش الآشوري شهيرا بسرعة استجابته خلال الحملات العسكرية الطويلة. كانوا يجتازون سلاسل الجبال ليصطادوا أعداءهم، وكانت العربات خفيفة ما يكفي ليحملها 2 من راكبي العربات. العائق المحتمل الآخر هو الأنهار. كانت الإمبراطورية الآشورية متمركزة على نهرين عظيمين، دجلة والفرات. ولكن المنحوتات الجدارية القديمة توضح أنه حتى أكبر الأنهار ما كانت لتقف في وجه فيالق العربات، فقد كانت تطوف على قوارب صغيرة يجرها حصانان. حضر جوناثان إلى نهر الفرات ليكتشف صعوبة مضاهاة الجيش الآشوري في عبور النهر. لست متأكدا من أنني سأؤدي العمل. اعتمادا على أدلة عن حرف النهر القديم، أتى بتصميم من جلد الماعز ليغطي القارب. يتوجب علينا ألا نقترب من الحافة، أحدنا سوف يبتل. إذا صنعنا حفرة هنا فسوف نقع في مشكلة. جيد، لم نغرق. الخطوة التالية هي إقناع الجياد بالسباحة أيضا. اجلس هناك وابدأ التجديف. لن أكون هنا بنفسي إن كان الأمر سيؤذيني.
أنا مسرور بهذا إلى حد ما، وأنا واثق أنني سأعمل بنفسي اليوم. ترينا المنحوتات الجدارية جنودا يقودون الجياد وينفخون جلد الماعز الذي يدعمهم بنفس الوقت. لابد أن رئات هؤلاء الآشوريين كانت أكبر من رئتي. إنه عمل صعب جدا، وأنا مسرور جدا لأننا أحضرنا منفاخ القدم، فهو يستطيع أن يؤدي المهمة. حسنا، ها نحن ذا جلد الماعز المنفوخ في رأسه وقدميه، وهنا نهاية الذيل. يبدو لي الأمر جيدا جدا، أعتقد أنها ستنجح. تظهر المنحوتة رجلا يسبح بيد واحدة. لا أتخيل كيف تمكن من فعل ذلك، ولكن علينا أن نجرب لنرى إن كان هذا ممكنا. هيا لنركبها. أظن أنها تعمل بشكل جيد. أعتقد أنني سأدفعها إلى الأمام. حسنا، لكن المشكلة أن جلد الماعز يسرب الهواء. عندما بدأت كان الوضع ممتازا وشعرت أنني قابل للطفو، وعندما استمريت أكثر شعرت أنني أحتاج إلى التمسك بها أكثر. أعتقد أن علينا السباحة إلى هنا مع حصان. لا مشكلة أبدا، خاصة إن كنت قريبا من رقبة الحصان وتمسك بها بين الحين والآخر. أعتقد أن هذا سيعمل بشكل جيد. للاستمرار في السيطرة على المناطق المحتلة كان الجيش الآشوري في حركة مستمرة. عبور الأنهار أصبح عادة تقريبا. في المعارك لم يكن واضحا كيف استخدموا العربات في المعركة. يوست مقتنع أن العربات المعادية لم تهاجم العربات مباشرة. لديهم قاعدة عجلات عريضة والمحاور معلقة فيها، إنها مكشوفة جدا. إذا اقتربت العربات من بعضها فربما تصطدم وتتحطم. بالتأكيد، ولكن إن كان الفرسان يهاجمون بعضهم فعندها ألن يعانوا من الحوادث في ساحة القتال؟ صحيح، ولكن رجلا واحدا على حصان أمر مختلف عن رجلين أو ثلاثة على عربة يجرها جوادان أو أكثر. إنها مكلفة أكثر وتتطلب تدريبا أكثر. إنها مختلفة، لكنها تخضع لخبرة راكب العربة وقدرته على المراوغة. هل نجحت؟ استطعت لمس السائق كما لمست الحصان. وضعنا نهاية مطاطية حتى لا نتأذى، ولكن إن بقيت متشككا فسأحاول أن أفعلها مع حربة حادة في وجه أحد هذه الأهداف. هل أنت مسرور بهذا؟ أجل، هذا يرينا أن كل شيء ممكن الحدوث. إنه ليس قصورا من ناحية الأسلحة أو في هندسة المركبة. في ساحة المعركة يتجه رماة سهام العدو إلى عربات الخيل أولا. إنهم مكشوفون جدا في اللحظة التي يلتفون فيها. سيبطئ الفريق من أجل الالتفاف. هدف كبير وناعم يدعو رماة السهام لدى العدو. ما نراه في المنحوتات الجدارية هو فريق من 3 أحصنة، لكن الحصان الثالث عندما يلتفون لا يكون مرتبطا بالحصانين الآخرين أو بالعربة. ببساطة يتم إطلاقه وتركه ليهرب مع جياد الفريق السليمة. أعتقد أن العربة لم يتم استخدامها في تشكيلة ضد خط عدو غير معروف، فهذا أمر خطر للغاية. الأحصنة معرضة للخطر، ويجب أن لا تكون هدفا سهلا لرماة سهام الأعداء. عليها أن تكر وتفر. وعامل المفاجأة مهم جدا، كما كانت العربات تستخدم في إزعاج وملاحقة العدو في حالة هزيمته في المعركة.
الأمر العظيم في العربات هو مرونتها. لقد أريناكم الإطلاق والضرب من مساحة صغيرة. إذن رامي السهام في العربة هو محارب مهم يستحق الحياة. وقفت العربة كرمز للحياة. أعتقد أن التحسن الأكبر هو في عدم استخدام رباط الجلد، فكما ترون الآن بعد 2 أو 3 من الاستخدام أصبحت رخوة. لو كانت هذه قطعة جلد غير مدبوغ كالمنصة فأظن أنها لن ترتخي أبدا. تخيلوا أن كل هذا مصنوع من الجلد غير المدبوغ، لن تجدوا أي ارتخاء في العربة كلها. لقد كانت محكمة تماما عندما بدأنا، أما الآن فقد أصبحت رخوة بعض الشيء، لكنني أعتقد أننا فعلناه وهو مناسب جدا للحرب. في منتصف القرن الثامن قبل الميلاد جاء الأشوريون بفكرة عن نقل رماة السهام من العربات إلى الجياد. وحسب المنحوتات الجدارية نرى أن القتال من على صهوة الحصان يحتاج إلى وقت ليعتادوا عليه. عندما بدأوا يفعلون هذا لأول مرة فعلوه على شكل أزواج، أي أنهم استمروا على شكل فرق عربات، وهكذا كان سائق العربة يقود الحصانين. وهذا مشهد مرعب على الأغلب، أن تجلس هنا وليس معك جياد تخبب حولك ولا يوجد ركاب يمتطون صهوة الجواد، وعلي أن أثق بسائقي الذي يستطيع أن يقود حصانين في وقت واحد. هذا هو المستحيل بحق. أحسنت صنعا، ممتاز. مايك مقتنع تماما أن ظهور ملاءات السروج المصنوعة من القماش توضح لماذا تدرج رامي السهام للركوب لوحده. أعتقد أن هذا مكنهم من التحرك إلى الأمام، حيث من الأفضل أن تكون قادرا على توجيه الحصان عن طريق توازنك. وبما أن هذه الأحصنة ضئيلة الحجم فقد احتاج الفرسان إلى ملاءات سروج. هذه الحشوة السميكة جدا تزيد من الحجم، وإلا فإن كماشات الأقدام ستتعب أرجلهم، لذا يجب زيادة الحجم. كما أن القماش السميك مثل ما آمل ليزيد من وزني على الحصان في لحظة ارتخاء النير. النتيجة أفضل. لقد شعرت أنني أسيطر على الوضع أكثر من السابق عندما كنت على الحصانين، وهذه خطوة إلى الأمام. تبين المنحوتات الجدارية من تلك الحقبة تطورا غريبا طرأ على مقدمات العربات. تشير الصور إلى أن الخفة والوزن والحصانين والعربة الآشورية قد تبدلت إلى عربة ثقيلة تجرها 4 خيول ذات قوة هائلة وتحمل 4 محاربين. راكبو العربة والخيول مدججون بالسلاح، ولكن على الرغم من المعدات الثقيلة ما زالت العربة تحمل رامي سهام وحيد. تفسير ذلك هو أن الآشوريين حاولوا أن يحولوا العربة بحد ذاتها إلى دبابة تستطيع أن تحطم خطوط العدو. لا أحد يعرف الدور التكتيكي الذي لعبته العربة ذات الجياد ال4، أو لماذا بنى الآشوريون هذه العربات. لمعرفة المزيد عن أهمية العربة التي يجرها 4 خيول سيبني روبرت واحدة. مع ذلك هناك لغز محير ما زال أمامي، وهو أن نير الجياد ال4 جنبا إلى جنب في المقدمة. أمامنا فرضيتان أو 3 لهذا الشيء. لقد صنعت هذا النموذج الذي سننفذه بالحجم الكامل. لمحاولة حل لغز صناعة النير حدد روبرت موعدا آخر مع الأخوة جيرات، لكن هناك مشكلة.
لا يوجد لدى الصناع قطع كافية من الخشب بالحجم الكامل من أجل النير، لذا عليهم صنعه من قسمين. ليتلائم النير بإحكام على رقاب الجياد، على انحناءة العمود أن تكون ضيقة جدا. حتى الشباب هنا لا يعرفون ما الذي نفعله، إنهم يتساءلون عنها. هذه المرة الأولى التي يفعل فيها الأخوة جيرات انحناءات كهذه. إنها تتطلب مهارات حتى لا يتصدع خشب الكستناء الحلو. بناة العربات الآشورية القديمة استخدموا وسائل شبيهة لتعريض الخشب للحرارة وثنيه. هذا ليس بالعمل السهل، لقد فشلنا عدة مرات، لكننا ما زلنا مستمرين ونحاول إنجاز عمل جيد في المرة القادمة. لكن الشباب واثقون أنهم قادرون على إنجاز العمل، لذا أجرؤ أن أقول إنه سيكون أمامهم جولة أخرى، وفي النهاية سنفعل الأمر الصحيح. ربما استخدم العمال الآشوريون أعمدة أطول كانت متوفرة في صناعة النير، ويكسون القطع مع بعضها بصفائح حتى تصبح كاملة الطول. يمكن أن يجعل هذا النير أثقل بكثير من النير القديم. سيستخدم روبرت الجلد الخام مرة أخرى من أجل أرضية العربة. إنها تعمل مثل ممتص الصدمات بالنسبة إلى راكبي العربة، وعندما يجف الجلد الخام سيتقلص ويمسك المنصة ببعضها. بعد أيام طويلة على روبرت أن يعمل خلال الليل لينهي العمل من أجل عربة ثقيلة كهذه. النير الذي يربط الأحصنة الأربعة مع المقدمة يبدو نحيلا جدا. في تجهيزات لتجارب الغد، وصل جوناثان مع طلب للقيام بتغييرات أخرى على النير. ثمة شيء يقلقني كثيرا. أعلم أنه أمر عصيب أن تفعل مثل هذا العمل الشاق، وإلا أصبح النير واسعا. عليه أن يكون على رقبة الحصان، وأنا أنظر هنا وأرى هذا جيدا. أنظر إلى النهاية هنا وأظن أن هذا النير أفضل. أتساءل عن البقية، يبدو أنها واسعة قليلا. أظن أننا سنلصق قطعة من الحشوة لسد الثقوب هنا. لقد سهرت طوال الليل. أعلم أنني كنت مصرا منذ البداية. علينا أن نشكل النير لأننا نعلم أنه يناسب الجياد. Clever thing to do would be to put it down there, wouldn't it? So if I drop it down, can I have it back? ألم تجهز العربات بعد؟ بالطبع لا. كان أمامك أيام وليال ولم تنهيها. بربك يا جوناثان، أنت تعلم تماما لا أحد يؤدي عمله في هذا العالم إلا في اللحظة الأخيرة. عجلات العربة الثقيلة ذات الخيول الأربعة تحتوي مكابح تقليدية وأطرا حديدية. إنها تتمايل كثيرا. لا بد من وجود حل لهذا. لقد اعتادوا أن يثبتوا محاور العجلات. وسرعتها لا تزيد عن 20 كيلومترا في الساعة. صحيح، وأعتقد أن هذا الشيء يبدو سخيفا. لا تقلق، أنا من سيقود العربة. محور العجلة عريض بعض الشيء. هذا بسبب وجود السهول. أسطوانات بسيطة عليها أن تحمل الخشب على علاقة الخشب. علاقة طويلة بهدف تحمل الضغوط التي توضع فوقها.
This one's 14 inches long. Yes, yes. لقد لاحظت أن الجلد الخام جف وتقلص. العجلة مختلفة عما كانت عليه قبل أن نمضي في العمل. أشعر أن العمود رديء عند مقارنته بأنواع أخرى من العربات التي تجرها الأحصنة في العالم. إنها واهية بالفعل، لكن بطريقة ما يوجد الكثير من الجلد الخام هنا في الرباط إلى العربة. تعلم، من المحتمل أنها أقوى بكثير مما كنا نعتقد. إذا كان كل شيء قويا هنا، فعندها سأكون واثقا من وضع الأحصنة في طرق سيرها، وسنعمل بلطف مع المشي والخبب والاستدارة. وحالما نعرف أن كل شيء يسير على ما يرام، عندها يمكننا أن نجعل الأحصنة تسير بشكل أسرع وتستدير بشكل جيد. أصبح النير جيدا وسيكون حملا ثقيلا على الجياد. دعني أرفع هذا قليلا. سأدعك تذهب إلى ذلك الاتجاه. عربة ب4 خيول مربوطة إلى نير متين. يبدو لي أنه سيكون العمل الأكثر صعوبة في التعامل معها وفي إدارتها. عربة بحصانين مقابل عربة ب4 أحصنة. إنه الفرق بين سيارة سباق وشاحنة ثقيلة. واحدة خفيفة وسريعة ويمكن إدارتها، والثانية لا يبدو أن لديها قدرة على المراوغة أبدا. ولهذا السبب كنت قد فكرت بوضع حد لتطبيقاتها العملية في ساحة المعركة. من الواضح أن الأحصنة لم تحب النير الثقيل منذ البداية. هيا، حاول أن تديرهم. سنكسر العمود. لا، هذا العمل لن ينجح أبدا. أعتقد أننا إن استطعنا أن نجعلها تمشي إلى الأمام سيكون أمرا رائعا. That's the most embarrassing thing I've ever done. Nothing to be embarrassed about. Really? Good girls, go on, good girl, go on. Go on, just go on, good girl, go on, good girls, good girl, good girl, good girl. Go on, hold on to the front, stop. Look at that pole, look at the angle it goes. That moves about 6 inches when you turn a corner. بما أن العمود مرن جدا فهو لا يحافظ على مستوى المنصة. توجد مشكلة في العربة تتعلق بمستوى الرؤية، وتضع الكثير من الثقل على كاهل الجياد. أحاول أن أقف في الخلف، ولكن توجد نيور الرقبة التي تدفع صدورها، الأمر الذي يؤثر على تنفسها قليلا. وكما تعلمون فهي لم تعتد اللجام المفتوح أبدا، وهو الأمر الذي عليها أن تعتاد عليه جيدا. ورغم أنه عمل شاق إلا أننا سنتابع تجهيزها. العمود مثني كثيرا، وهذا سيشكل عائقا لها. سينكسر العمود، يمكنني أن أتكهن بذلك. انتبهوا إلى أنفسكم. أنا آسف، لا يمكنني أن أذهب في طريق آخر. أمسك رؤوسها. الرؤوس. كيف أقول كلمة رأس باللغة التركية؟ سرعان ما أصبح واضحا أن العربة ذات الجياد ال4 لم تكن أبدا عربة عملية على الإطلاق. فكرة أن هذه العربة كانت تستخدم في الحرب مثل الدبابة حاليا أمر خيالي، فهذه العربات عرضة للخطر وتحتاج إلى أرض مفتوحة ومستوية.
بما أننا عرفنا رامي السهام، لماذا استمر الآشوريون في بناء عربات غالية تستطيع أن تتعامل فقط مع الأرض المستوية وكانت تحمل رامي سهام واحد؟ يحتمل أن تكون القوات المتسلقة قد أصبحت مهمة أكثر وأكثر، وبهدف الحفاظ على بعض الوظيفة للعربة التقليدية التي تتمتع بالهيبة، لأن كبارات المجتمع كانوا يستخدمونها. غيروا طريقة بنائها وأصبحت منصتها أكثر ثباتا. نعلم من المنحوتات الجدارية أن العربات الكبيرة صنعت فيها منصة لوضع السباع التي يصطادونها، ولكن يصعب تخيل الدور الذي تمتعت به في ميدان المعركة أكثر من كونها وسيلة نقل للملك. المعذرة، انزع كل شيء فنحن نضيع وقتنا. أعتقد أن العربة بحد ذاتها جيدة، لكن الأمر يتعلق بالنير. لم يكن مريحا للجياد لأنها تشعر بحركة بعضها، ينطلق أحدها بينما يتضايق الباقون، ولا يكونون سعداء في الانطلاقة مع بعضهم. بنى الفرسان عربات كانت سلاح حرب بشكل مطلق، وكان الجيش الآشوري يرفض التخلي عنها، ربما بسبب مظهرها الذي يدعو للهيبة التي تمنحها لمالكيها. لمئات السنين استمرت العربات كوسيلة لنقل الملوك وضباط الجيش. توسعت الإمبراطورية الآشورية كثيرا، وبعد 250 عاما من التوسع السريع بدأت بالاضمحلال بسرعة كبيرة. في عام 612 قبل الميلاد اجتاح ائتلاف من البابليين العاصمة الآشورية في نينوى شمال العراق، وتم كسر سطوة الحكم الآشوري الذي دام 3 قرون في الشرق الأوسط. ولزمن طويل بقيت العربات تستخدم في المعارك، واستمرت عربات السباق كرياضة للمتعة. لم يستطع أعضاء الفريق منع أنفسهم من متعة تذوق بن هير في اليوم الأخير. كنت أفكر أن سرعتهم 30 كيلومترا في الساعة. سقطت عجلته عن العربة وعجلتي تحطمت. التفت سريعا، كانت العربة على وشك أن تتحطم، أما عربته فعلى الأقل قد تعود على المحور. تداعى الإطار الخشبي حول العجلة. لو كان مثبتا بإحكام فمن المستحيل أن يتداعى هكذا. كان الآشوريون راكبي عربات لا يشق لهم غبار، ولكن لم نعد نسمع صوت العربات يتردد في المكان منذ هروب آخر ملك آشوري إلى حران قبل انهيار الإمبراطورية.